بسم الله الرحمن الرحيم. نعزيكم بذكرى استشهاد السيدة زينب عليها السلام بنت أمير المؤمنين وصوت كربلاء بعد الحسين. السلام من تحملت المصائب رغم الجراح لتكمل رسالة التضحية والفداء. بهذا المصاب الجليل نواسي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ونسأل الله أن يثبتنا على نهج الحسين وزينب عليهم السلام. وكما عودنا موكب خدام الإمام الحسين مشاركتهم كل سنة. أعزيكم بذكرى استشهاد السيدة زينب عليه السلام. مولانا محمد حياكم الله. عن بالمقدمة تعزية لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام بعد التوكل على الله وبنية تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان بالتعاون مع أخوتنا خدام الإمام الحسين لنحيي هذه الذكرى السنوية التي كنا وما زلنا وسنبقى على إحيائها. بعد التوكل على الله وتأكيدا على هذه الكلمة سنبقى في خدمة محمد وآل محمد، وبالخصوص موكب خدام الإمام الحسين الذين هم دائما متواجدون في هذا المكان طيلة 20 سنة. نقدم تعازينا لصاحب الزمان، ونقدم تعازينا لسيدنا ومولانا رسول الله، ونقدم تعازينا لسيدنا ومولانا صاحب المصاب الإمام علي عليه السلام. أكرر شكرنا وتقديرنا إلى الأخ الإعلامي الحسيني المتواظب معنا دائما الأخ محمد جواد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر. أبو أحمد الطيب، ما هي فعاليتكم لهذا اليوم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعز الأمة الإسلامية والعلماء وسماحة السيد القائد مقتدى الصدر بهذا المصاب الجلل. عودنا موكب خدام الحسين دائما بهذه الفعالية، وهي تشييع سيدتي ومولاته السيدة زينب، وهو كل سنة صار 20 عام يقوم يدعو المواكب الحسينية لتشييع هذه المناسبة الجليلة. جزاكم الله خير وشكرا جزيلا. مستمرين وياكم أحبتي الكرام بالتغطية هذه سوف تكون مع السير المركبات التي تحمل النعش الطاهر والتشييع الرمزي للسيدة زينب. جيتك نايحة تلنشت تحزين غمض عينه وصايح عند اخو عالترب عند اخو هي فرق شلون ما صارت برجارك نشت التل على هواي كان اولهن الماي قلت له شلون طاح الكبر الحسين قلت لحسين الحجاب شو غطاني بتراب شنو قصد اختلف عن النساء شنو قصد اختلف من النساوي حسين يا اخويا يا اخويا فوق تل وجد نضال عيونك درب ما اشوفه واريد اندلك عيوني يمتى تطيح والقى عيونك قطعت الوادي واقول اوصل اخويا غايره عينك غايره قلت للتل صدق ما وجد بعد ناظره ما شفت حاولت ما شفت ردت اشوفه